السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هكمل لكم النهارده باقي الكوليكشن الفظيع، بس المرة دي بقى حاطه لكم الشنطة الكوتشي الجديدة. هي دي بقى تحفة تحفة بكل المقاييس. شنطة كاجوال، الخامة بتاعتها قماش بس ناشف، قماش ديك زي الجينز كده. انتوا عارفين الكوتشي اصلا بتبقى دي خامتها. بصوا بقى السوستة مختومة ازاي، شايفين؟ وشوفوا الاكسسوارز بتاعتها كمان كلها مختومه ميرور اوريجينال، حلوه جدا. احنا عارفين ان اسعار الكوتش بقت غاليه جدا. بس نبدا بقى نشوف تفاصيلها من جوه. يلا بينا، بسم الله كده. معها الكفر بتاعها، معها الكارد بتاعها. بصوا من جوه، شايفين؟ انا مش عارفه اوريها لكم بالظبط اهي العلامه بتاعتها من جوه. ما فيهاش تفاصيل كتير، ما فيهاش غير جيب واحد من جوه ده صغير. حلوه جدا وخفيفه قوي. وده الدراع الكروس بتاعها، حتى دي كمان مختومه، وتطول وتقصر وتنفع للطويله وتنفع للقصيره. حلوه جدا. دي اول شنطه. معايا بقى اللون اللبني بتاعها، هوريه لكم كده على السريع. نفس التفاصيل، نفس كل حاجه، حلوه قوي على كل الجنسات بقى. اللبني كان من احلى الالوان، وكان نازل منها الفوشيا، وكان نازل منها الوان تحفه، والاخضر انا خدت الاخضر. دي الشنطه التانية، دي بزيجوال اوريجينال، لسه نازله برضو. الموديل ده بس مختلف شويه، تمام؟ ان هو الاغلب هيكون مفتوح لان هنا مفيش كليبس، وده لو هنمسكها في ايدينا فطبعا تحفه، او هنقفلها زي ما بنقفل التانية كده اهو. انا بس هوريكم التفاصيل، بس من غير كليبس هتبقى كده. فشكلها انا شايفاها تحفه اكتر وهو معمول كده. نبدا نشوف بقى ايه تفاصيل شنطتنا. انا عاجبني ان هنا كمان مكتوب هنا ديزيجوال. شكلها بقى من جوه نفس التفاصيل بتوع التانيين. عارفه انه مش واضح، بس يلا بينا نكمل. ده الدراع الكروس بتاعها الطويل، مفيش تفاصيل كتيره جدا. هي السوسته بتاعتها اللي من جوه، مفيش تفاصيل كتير فيها. في بقى السوسته اللي هنا بس، وشكلها حلو قوي وصيفي جدا وشيك قوي على كل الالوان. مش هنلتزم بلبس معين وخلاص كده. وكده خلصت شنطتنا، وده شكلها وهو مقفول. لما هتتلبس كروس تتلبس كده بس كده. الشنطه بقى اللي صورتها لكم على التيك توك الخطيره دي، كل دي موديلات 2023، تحفه قوي. بصوا بقى هنا دراع لونه فوشيا واورنج. تعالوا نشوف تفاصيلها من جوه. يلا، نفس التفاصيل، الجيوب والسوسته وكل حاجه. مساحتها كبيره جدا. في الكروس شكلها تحفه، في اللبس شكلها تحفه جدا بجد. يعني كانت من اكتر الشنط اللي عليها اقبال بجد، حلوه قوي. خامتها قماش ووتر بروف، عشان برضه مهم الموضوع ده. يعني ممكن لو فيها اي حاجه تتغسل بوايبس، اي حاجه حلوه. اخر شنطتين بقى، خلينا نكمل بزيجوال. طيب الشنطه دي بس دي عادي زي اللي احنا بنجيبهم. الكليبسه هنا هنقفلها، بقت عاديه جدا. هو الدراع ده بس اللي شايفاه مميز المره دي ده، وان احنا نمسكه كده
يلا بينا نكمل. شايفين هنا كلمة زيجول، السوست مختومة، شايفينها؟ التفاصيل من جوه نفس كل شنطة، شايفينها عامل ازاي؟ حلو قوي. بصوا بقى الدراع بتاعها تحفة، دي نفس الدراع بتاع الشنطة الكروس القصير اللي صورته لكم الفيديو اللي فات، بس دي الشنطة الكبيرة بتاعتها. بميل دايما للدراعات المختلفة عن لون الشنطة. ده شكلها هنشوفها وهي مقفولة، لان هي كروس هتبقى كده حلوة قوي، مختلفة عن كل الموديلات اللي نزلت. ده شكلها هنا، بس الفكرة ان في سوستة من ورا مش موجودة في الشنطة اللي فاتت. حلوة جدا وعملية جدا، بقى فيها كل المستويات، تتلبس كتف لان هي كانت دي صعبة، تتلبس كتف، هتتلبس كروس، لطيفة جدا لأي حد بيحب الموديلات دي. معايا بقى آخر شنطة، يلا بينا بقى. الشنطة دي شنطة الجس ميرور اوريجينال، حلوة جدا. بصوا التفاصيل بتاعتها، بصوا الاكسسوارز بتاعتها. يلا بينا نشوفها من جوه. هي نفس خامة الشنطة اللي فاتت، طرية جدا. عارفاكم بتحبوا الجاز جدا وتحبوا تشوفوها من جوه. دي تفاصيلها، سوستة من هنا، ومعانا الاختام من هنا، ومقسمة على 3 على 2. بص كده. بص بقى بالنسبة للدراع، يا اما هيتلبس كتف يا اما هيتشد وهتبقى كروس، وتطولي وتقصري زي ما انت عايزة. اخر حاجة معانا السوستة اللي ورا. وبكده اكون خلصت الكوليكشن اللي معايا المرة دي، وان شاء الله هحاول اوفر لكم شنط مصري حلوة. واشوفكم المرة الجاية مع شنطة ونضارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.